من دياز يركنها، دياز يركنها. زلزال وقع في الأليارس أرينا بألمانيا بعد سقوط الملكي ريال مدريد ب4 أهداف مقابل 3 أهداف، بمجموع 6 أهداف ل4 أهداف أمام البافاري بايرن ميونخ. لكن طرد كامافينكا هو السبب، والحكم هو البطل، بطل المسرحية، حكم المباراة كامافينكا، وطرد من الخيال. كيف لتلك اللقطة تستحق الطرد او تستحق البطاقه الثانيه؟ كيف لكامافينغا؟ انا براسي ما فهمت والو. كيفاش البطاقه الصفراء الاولى والصفراء الثانيه؟ الصفراء الاولى كاع ما شفتها اصلا. كيفاش هي الصفراء الثانيه؟ وكيفاش الطرد على تلك اللقطه او الحركه؟ اللاعب يعني باغي يرجع للمكان ديالو، شد الكره، ينتظر في عودة اللاعبين. اعتبرها الحكم تضييعا للوقت. بعد خطوتين الحكم الصفراء الثانية والحمراء. هذه كلها تساؤلات. تغييرات أربيلوا حطمت كل الأمال بعد مباراة رائعة لإبراهيم دياز. كيف أن تخرج إبراهيم دياز اللي كان تكتيكيا يساعد هجوميا بعد تمريرتين رائعتين، تمريرة لمبابي وتمريرة لفينيسيوس، عدة تمريرات تكتيكيا كان حاضر إبراهيم دياز. كيف أن تخرج إبراهيم دياز الحاضر ذهنيا تكتيكيا وتدخل العاهة كامافينغا؟ يا له من سيناريو. كانت ريال مدريد بريمونتادا تاريخية، كانت ب3 أهداف مقابل هدفين. صراحة ريال مدريد قدم واحدة من أفضل المباريات في دوري الأبطال، وكان يستحق الريمونتادا، كان يستحق التأهل صراحة. وبايرن ميونخ أجهز على ريال مدريد في الأخير، وبعد طرد لكامافينغا، طرد من الخيال، طرد من عالم آخر. كيف لبطاقة صفراء ثانية بتلك الحركة؟ إضاعة للوقت. الكل حائر كيف هذا الطرد، لكن ما غنركزوش على الطرد وما غنركزوش على البطاقة الحمراء الكامافينغا، وغنركزوا أكثر كيف جاءت هذه النتيجة، وكيف سقط الريال في هذه الكارثة. تغييرات أربيلوا، تغيير كامافينغا أو تغيير إبراهيم دياز بكامافينغا قلب كل الموازين. مع دخوله تسبب في كارثة، تسبب من أول لمسة للكرة كانت بايرن ميونخ لولا اليقظة الدفاعية من ميليتاو وروديغر لكان الهدف الأول من لمسة واحدة لكامافينغا، بعدما كان دياز يقدم واحدة من أفضل المباريات. كان حاضر ذهنيا، كان يعود إلى الدفاع في وسط الميدان، يساهم هجوميا. كيف تدخل كامافينغا؟ نعم الريال كانت في العمق، وكان يعني الارتكاز غير، يعني المكانه ديال تشواميني بقيت فارغه. يعني المكان ديال تشواميني ما شفناش التعويض ديالو من فالفيردي، وما شفناش فالفيردي نهائيا، ولكن ما تخرجش ابراهيم دياز. خلي المباراه. المهم كنا ماشيين وكنا كنسجلوا وكنا ماشيين للريمونتادا حتى قضى على كل الاحلام أربيلوا، حتى ادخل كامافينغا. السبب الوحيد اخرج دياز، ثم أخرج هو بالبطاقة الحمراء، أخرج نفسه بالبطاقة الحمراء. تغيير من أربيلوا كارثي، والسبب أربيلوا وكامافينغا. أربيلوا يدخل كامافينغا يخرج ببطاقة حمراء مجانية صراحة. إن اعتبرت أنها بطاقة صفراء ثانية وحقيقية فهي مجانية. كيف تلك الحركة؟ صراحة مباراة كانت ماشية مزيانة للملكي، مباراة يعني رائعة للملكي تكتيكيا، حضور ذهني باش تسجل 3 أهداف في الأليارس أرينا وتدخل المباراة بديك الطريقة، تسجل من أول لمسة، وأسرع هدف أظن أنه أسرع هدف لأردا غولر، ثم تتعادل بايرن ميونخ، ثم تعود ريال مدريد بالثاني، ثم الثالث، ثم بايرن ميونخ تتعادل. غولر كان رائع، مبابي سجل، فينيسيوس سجل، صنع الهدف. يعني كانت مباراة رائعة للملكي، وأضاعوا عدة فرص. ضيع مبابي انفراد، ضيع فينيسيوس انفراد والقائم، ضيع بزاف ديال الفرص ضاعت ريال مدريد. كانت ممكن ريال مدريد تخرج ب5 أهداف، وبايرن ميونخ حتى هي ضيعت من الأول. أخطاء دفاعية، خطأ في الهدف الأول من لونين، يعني ما خرجش الخروج الصحيح. الهدف الثاني خطأ من أرنولد، يعني أخطاء دفاعية تسببت في أهداف بايرن ميونخ. أما الريال جاءت أهداف من عمل فردي، اجتهاد شخصي، مثلا من اجتهاد ديال غولر. هدف من يعني الاول كان رائع،
والهدف من ضربة خطأ، والهدف الثاني يعني بجملة تكتيكية بين أو لمسات بين فينيسيوس ومبابي كان الهدف الثالث. أما أخطاء الدفاعية البارح كنا كنضحكوا على دفاع برشلونة، فإذا بنا نتفاجأ بدفاع ريال مدريد الكارثي، خصوصا الأظهرة. صراحة الجنرال ميندي كان رائع في الوسط، هفوات بعض المرات من روديغير وميليتاو، ولكن على العموم كانوا رائعين. لكن أرنولد كارثي صراحة، تسبب في الهدف الثاني. ولونين كنت سأصب غضبي كله على لونين، لكن أنقذنا في عدة مناسبات، رجع بزاف البيوت لونين، أنقذ مدريد من عدة فرص، لكنه في الأخير استسلم لأرض الواقع بعد طرد كامافينغا الخيالي الذي أعتبره لقطة عادية لا تستحق البطاقة الصفراء حسب رأيي. البطاقة الأولى أنا لم أشاهدها، اللي شاف البطاقة الصفراء الأولانية وفين حالة يذكرني، أنا لم أتذكر البطاقة الصفراء لكامافينغا. واش البطاقة الصفراء الأولى كانت على الضرب ديال كين، والبطاقة الثانية كانت على تضييع الوقت؟ الله أعلم. المهم مسرحية أو بطاقة حمراء كانت سبب في قلب الطاولة لبايرن ميونخ، بعدما كانت ريال مدريد ذاهبة إلى الأشواط الإضافية. ممكن الإجهاز على بايرن ميونخ في الأليانز أرينا، لكن كان للحكم رأي آخر بطرد كامافينغا، وخا أن كامافينغا دخوله كان غير موفق أصلا من البداية. كان ممكن الاعتماد على دياز وإكمال المباراة بدياز، أو تغيير لاعب آخر غير كامافينغا. منك لله يا كامافينغا، عقدت كل الأمور وتسببت في خروج ريال مدريد بكارثة كانت لن تكون لولا الطرد المتعمد أو المجاني أو البطاقة الصفراء المجانية منك يا كامافينغا. خلونا الآراء ديالكم، واش كان طرد مستحق؟ واش الحكم هو السبب؟ أو لا بايرن ميونخ قوية؟ أو لا ريال مدريد أضاعت الفرص العديدة مما تسبب في عودة بايرن ميونخ؟ أو لا البطاقة الحمراء كانت هي المغير، أو لا كانت هي نقطة تحول المباراة من ريال مدريد اللي كانت ضغطة إلى فوز بايرن ميونخ بهجمتين مرتدين، هدف لدياز وهدف لأوليسي. شاركونا بآراء ديالكم، وتحياتي وإلى اللقاء.